أيها الأحباب الكرام، منذ ساعة وبضع دقائق وقعت اتفاقية تسليم بعض المحكومين من الدولة السورية المحبوسون في لبنان، وهم على أساس سيعودون جزء منهم إلى سوريا. وسبب توقيفهم أحكام في الأصل أنها جائرة، وفي اتهام بالإرهاب وبكذا، وبالأصل بالعداوة، يعني سبب الحقيقي. واسمعوا وعوا وافهموا ما أعني. السبب الحقيقي لتوقيفهم لأنهم وقفوا في وجه النظام المجرم البائد، ولأنهم وقفوا في وجه المشروع الإيراني الصفوي الذي يريد أن يسيطر على المنطقة. وكل من يقف أو كل من يقبع بالسجون الحقيقة هذه تهمته الأساسية. أما نقولون والله قاتل الجيش وما قاتل الجيش، دعونا من هذه الإشاعات أو هذه الدعايات. فإن وجدنا أحدا قاتل الجيش والجيش قاتل الناس، في بعض المواقف الناس قتلوا بسبب الجيش، وهناك أسماء لن أذكرها نحن الآن، ولكن هناك كما أن للجيش دما مصانا وكذلك للناس دم مصان. فينبغي ألا نقرأ الحدث بعين واحدة، ينبغي إقفال هذا الملف فورا. ومن المعيب فعلا أن يترك السوريون وأن يبقى اللبنانيون، فعلا من المعيب. إن هؤلاء اللبنانيون الذين انتصروا لمبادئ الحق، لأننا ذقنا مرارة القسوة والظلم من هذا النظام الفاسد، لا يمكن أن يترك بضع هؤلاء ويترك اللبنانيون في السجون. لكن أين المحاكمات الحقيقية العادلة؟ ثم بعد ذلك لا أقول أين المحاكمات. هل نثق بمثل محاكماتهم؟ هل المحكمة العسكرية هي الحق التي تنطق بالأحكام العادلة والتي تؤدب؟ ثم بعد ذلك إذا تبين أن هؤلاء السوريين ينبغي أن يذهبوا إلى بلادهم لأن أحكامهم كانت جائرة، إذن من أعطاهم الأحكام الجائرة ينبغي أن يقبع بالسجن بدلهم ومكانهم. كل القضاة الذين سطرت أقلامهم أحكاما جائرة في العدل ينبغي أن يحاسبوا. بأي حق يجلس المسلم أو أخي المواطن سنة 2 3 4 10 إما بلا محاكمة أو لأسباب تافهة؟ بأي حق؟ فلذلك هذا الملف ينبغي أن يحل. ما تسألوا القانونيين ولا وزراء العدل ولا الدساتير، اسألوا من دفع الدم ثمنا لهذه الثورة. انتصرت الثورة يا أخي، انتصرت. أول شيء فعلوه في سوريا فتحوا السجون. نحن أول شيء فعلوه ضيقوا على المساجين. أي ظلم من هذا الذي ينبغي أن يقبل به عاقل في لبنان؟ أنه 300 تركون والمئات لماذا لم يحاكموا؟ وبأي حق يحاكم أمثال هؤلاء من القضاة؟ أمثال هؤلاء اللي بيطلعوا آخر شيء في الخط الإيراني وليس في الخط اللبناني. ما بنقدر نعرف الآن نحن نحكم بنفوذ لبناني أم بنفوذ إيراني؟ لا ندري فعلا لا ندري. والأخطر من ذلك أنه عم يعارضوا الميكانيزم، أنه ممنوع حدا يفاوض اليهود. يا أخي اليهود أعداء، اليهود أعداء، عداوتهم ثابتة إلى يوم القيامة. ما عم نجادل في ذلك مسألة، ولكن إذا العدو من يفاوض؟ هل يفاوض الأخ؟ هل يفاوض الحليف؟ يفاوض العدو يا أخي. العدو يفاوض الآن. أمريكا مع من تفاوض؟ إيران مع من تفاوض؟ أليس مع أمريكا؟ أمريكا ليست العدو الأكبر لإيران؟ كيف يفاوضون بعضهم بعضا في عمان؟
وكيف ذهب رئيس الدبلوماسية الإيرانية ليجلس مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية؟ لماذا هناك مسموح وهنا ممنوع؟ لماذا؟ لأن قلت لكم سابقا، لأن من هنا في بلادنا لا يرون للدولة قيمة، هم يريدون أن يجلسوا مع اليهود، لا الدولة اللبنانية. فإذا قعد للدولة اللبنانية في المفاوضات اعترفوا بها دولة، هم لا يعترفون بها دولة، نحن نفاوض اليهود. لذلك في حقول النفط اللي فاوضوا علي بالترسيم كانوا هن موجودين، الآن يريدون أن يجلس اللبنانيون جانبا والدولة جانبا وهم يفاوضون. الحج نعيم بيفاوضوا بس. هذا هو الدولة التي سقطت في هذه المسألة. رفضهم للمفاوضات ليس لأنه ممنوع حدا يقعد مع الأعداء، إنما يريدون هم أن يجلسوا فقط مع الأعداء، هم يفاوضون حتى يعلوا الثمن عندهم ويأخذوا ما يريدون من لبنان. فإما أن تكون دولة وإما لا تكون دولة. العدو الجاسم على حدودنا هو اليهود، وإذا أرادت أن تقوم الدولة ينبغي أن تفاوض العدو. لا ينبغي أن تجلس الدولة جانبا ويأخذ دورها عدو داخلي سبب اقتصادا منهارا وأمنا منفلتا وحرية مفقودة وسجونا مملوءة بالأبرياء، وعاون الظالمين في تثبيت حكمهم في الشام، والآن يريدون أن يستولوا وأن يستولوا على قرار الدولة. فإما أن نكون دولة وإما أن لا نكون لا دولة، ولا نقبل أن نكون لا دولة. لا نقبل. لا يمكن للإنسان أن نعيش في غابة. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا أمثال هؤلاء الجهلة يسودون الناس عضنطار بقى، عضنطار الفرج، ولن يأتي الفرج. هذا العراق من حكم العراق؟ وعن طريق من حكم العراق؟ أليس باتفاقية أمريكية إيرانية بيع العراق؟ الآن ينبغي للعراق أن ينهض من جديد، كما نهضت سوريا من جديد، كما سينهض إن شاء الله تعالى لبنان من جديد عندما تزول هذه الكوابيس وهذه المخاوف الوهمية التي يخوفون بها الناس. فإما أن نكون أو لا نكون. ولا تعولوا كثيرا على المفاوضات، فكل متفق عليه. هذه أمريكا ضربت إيران 12 يوم، والآن يجلسون مع بعضهم البعض يفاوضون. فلذلك أيها الكرام، افقهوا معنى الدولة. من يتحدث باسم الدولة هو يكون هو الدولة. هم لا يريدون غيرهم أن يتحدث، لأنهم يعتبرون أنهم هم الدولة. وإذا اقتنع من هم بالدولة الآن أنه ينبغي أن يعطى دور لأمثال هؤلاء، فإنما سقطوا سقطة عظيمة مدوية في آمال الناس. وعولوا عليه منذ سنة، ننتظر منذ سنة الكهرباء، الماء، الطرقات، الجامعات، الاقتصاد، الاستثمارات، منذ سنة ننتظر، وإلى الآن لا تحسين رواتب، لا تحسين استثمار، لا ثقة بالعالم فينا. لا، ما في ثقة. من أين تأتي اللا ثقة؟ من أمثال هؤلاء.